السلام عليكم متابعين مصر زمان. كلامنا النهاردة عن المصري اللي أضاء المسجد النبوي، أحمد باشا حمزة. هو وزير التموين والزراعة في عهد النحاس باشا، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب أول مصنع عربي لإنتاج الزيوت العطرية. ولد في مايو عام 1891 وتوفى في مايو عام 1977 من قرية طحانوب، مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. في عام 1947 كان أحمد باشا حمزة يؤدي مناسك الحج، وبعد أدائه لفريضة الحج قام بالذهاب إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنه تفاجأ بأن المسجد النبوي بلا كهرباء، ولكن يعتمد في إضاءته على المصابيح الزيتية فقط. عاد أحمد باشا حمزة إلى مصر وقد اتخذ قرارا، وهو شراء محولات كهربائية بالإضافة إلى عدد من المصابيح، وذلك بغرض إنارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة. كلف الدكتور محمد علي شتى مدير مكتبه بالذهاب إلى المدينة المنورة بصحبة عدد من المهندسين لتنفيذ هذا الأمر. مرت 4 أشهر وتحول بعدها المسجد النبوي من الظلام الدامس إلى النور، فاحتفلت المملكة العربية السعودية بهذا الحدث، وهو إضاءة المسجد النبوي. في العام الذي يليه في عام 1948 قام أحمد باشا حمزة بأداء مناسك الحج، وبعد أداء المناسك قام بالذهاب إلى المدينة المنورة لرؤية المسجد النبوي بعد تزويده بالإضاءة. وأثناء زيارته إلى المدينة المنورة طلب من أمير المدينة الذي استقبله منه الدخول إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى أن أمير المدينة قال له إن الأمر ليس بيده، ولكنه سيرفع الأمر إلى ولي الأمر لاصدار أمر ملكي بذلك. وبعد 24 ساعة من طلب أحمد باشا حمزة بالدخول إلى قبر النبي جاء الرد بالموافقة، إلى أن أحمد باشا حمزة طلب تأجيل الزيارة لمدة 3 أيام، ظل خلالها عاكف متعبدا بالمسجد النبوي، وذلك استعدادا لمقابلة أشرف الخلق. ويقول شتى مدير مكتبه: دخلنا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فاستقبلتنا رائحة زكية، وكانت الأرض رملية من تحتنا رملية، ويلف المكان جوا مهيبا، وظللنا أنا والباشا نتلو القرآن الكريم والكثير من الأدعية. وأضاف الدكتور محمد شتى: قبل أن نخرج من مقصورة القبر أخذت بيدي قبضة من رمال القبر ووضعتها في جيبي، وعندما خرجنا أصابنا ما يشبه الخرس، فلم نقوى على الكلام إلا بعد حوالي 2 ساعة. ويقول شتى: وبالنسبة للرمال التي أخذتها من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قسمتها إلى نصفين، الأول وضعته فوق جثمان والدي في قبره، والثاني أوصيت أبنائي أن يضعوه فوق جثماني بعد وفاته. رحم الله أحمد باشا حمزة الذي أضاء المسجد النبوي حتى قيام الساعة.